اكبر لغز مش لاقي له حل ومش قادر افهمه لحد دلوقتي، لما تدفع تحويشه عمرك لواحد ما يعرفش شكل بطاقتك اصلا ايه، تديله كل اللي حيلتك عشان يقعد معاك ساعه ويقول لك انت قوي وتقدر تعدي الازمه. ازمه يا ابن طب ما انا عارف يا اخويا اني قوي. انت بقى هتعمل ايه؟ طلع علينا موضه كده اليومين دول اسمها لاف في كوتشي، تكونش من باتا يا ولا. تلاقي العيل من دول لسه ما بلعش ريقه بس لابس قميص مكوي وساعه بتلمع ويقول لك تعالى اعمل لك جلسه استشاره نفسيه ب 2000 جنيه. 2000 جنيه ايه يا كابتن؟ انا لو معايا 2000 جنيه دمت نفسيتي هتتعدل لوحدها، وهحل مشاكلي عند الجزار وعند بتاع الخضار والفاكهه. دول ناس فشلوا يديروا حياتهم الشخصيه، فقرروا ياخدوا فلوس مننا عشان يديروا حياتنا احنا بالمنظره والشعارات الكدابه. يقعد يقول لك مثلا تنفس بعمق. تنفس بعمق ايه يا بعمق انت؟ احنا عايشين في زحمه، لو اتنفست بعمق فيها ممكن يجي لي تسمم عوادم، وبعدين انا خايف اتنفس بعمق يطلع لك صوت مش ولا بد. وفر فلوسك وروح هات لك كيلو لحمه كده اتغذى بيه وكله في صمت. اللحمه بترم العظم، لكن الكلام المترتب دي بينفخ البطن على الفاضي وبيطلع اصوات غريبه من اماكن انت عارفها. صحيح انت قوي وتقدر تعدي الازمه. ما تنساش بقى هسيب لك رقم الكاش في التعليقات تحت وانت وذوقك.